ياسين بونو كيتعرض لهجمات وهجمات وانتقادات من الشعب المصري ومن الصحافة المصرية. غتشوفوا هذه الصحفية المصرية أشنو قالت على قناة تلفزيونية رسمية في المباشر. ياسين بونو يا جماعة بعد الخسارة من فرنسا قالك: لقد أعجبتني كثيرا الروح التي أظهرها ميسي في المباراة الأخيرة. لقد رأينا كيف استعاد شخصيته القوية وحمل الفريق بالكامل على عاتقه. طيب يا ياسين ويا بونو، ألم يعجبك إمبابي اللي استعاد شخصيته برضه؟ لم يعجبك أن كل شوطة شاطها إمبابي كانت أحلى من الشوطة اللي قبلها؟ ألم يعجبك إن محدش عارف ياخد منه الكورة؟ ألم يعجبك قوي إن إحنا ما شفناش حارس مرمى فرنسا إلا نادرا يا ولاد؟ ألم يعجبك أيضا الجول التاني لعثمان ديمبلي اللي جري ومحدش عارف يحصله وقام راكنها أرضية زاحفة ماكرة وإنت معرفتش تصدها زي ما معرفتش تصد الجول الأول ابن خالة الجول الأولاني والتاني؟ أنا الحقيقة في حاجات كثيرة أعجبتني في الماتش يا أخ ياسين، ولكن ميسي ما عجبنيش. الرأي يحترم والفكر يناقش. اللاعب ياسين بونو الحارس الدولي الحارس الأسطوري يعبر عن رأيه وعن وجهة نظره تجاه اللاعب ميسي. عبر عن حبه وإعجابه باللاعب ميسي، وأغلبية الرياضيين وأغلبية عشاق الرياضة في العالم وكريستيانو براسو حتى هو كنعترف بالقوة ديال اللاعب ميسي. يعني هذا شيء عادي في مجال كرة القدم، ولكن ملي كتلقى أشخاص كيدخلوا كرة القدم في أشياء خارجة عن كرة القدم باش يوصلوا ميساجات ولا باش يوصلوا أشياء غير مقبولة، فهذا غير مقبول. احنا مش بتوع كوره بس، احنا بتوع كله. احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافي، لان مش دورنا بس احنا نقول لك الكوره دخلت الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر، حكم في قضايا اهم. مذيعة يعني لا تمت لا للرياضة ولا الإعلام بالصلاة، وإلا تبغي تصعد على حساب ترند، فهذا شيء غير مقبول. أتمنى من يكون في موقف من القناة أيضا، لأن هذه القناة نحن نحترمها ونكن لها كل احترام غريبة وتقدير. والله صراحة خروج تنتقد بونو. لا، بونو خط أحمر. لا والله أنا عجبني الالتفاف الكبير من المغاربة وحتى الهلالية السعوديين. لا، عشاق كثار بونو من الخليج المحيط. أصلا بونو ما يشوفك بالأساس. وين بونو وين أنتو؟ وين بونو وين أنتو؟ لا، فرق كبير وسنوات ضوئية صراحة. بونو ما يرد ولا يصرح بالأساس. قمة الأدب والأخلاق والاحترام. رد ما في رد ابو راشد، ما يرد. انا مستغرب من تصريحه، من يعني التهجم اللي صار على الحارس بونو، لكن انا اعرف ليش هي زعلانه. يعني شوف، من الطبيعي اليوم انا جالس في مؤتمر صحفي اليوم كلاعب او كمدرب انسال بعض الاسئله من الصحفيين. يعني هي زعلت من كلمه شو رايك في ميسي. من الطبيعي برد عليها ميسي من لاعب، مش انا ولا اي شخص، الكل يعرف ان ميسي افضل لاعب في العالم. فطبيعي حتى كريستيانو رونالدو في مؤتمرات الصحفيين في كاس العالم انسال عن ميسي، فميسي سجل وانت لا زلت لا سجلت في اول مباراه اتوقع. فبالطبيعي اليوم بيرد هالرد. فهي زعلت من هالكلمه؟ لا، اللاعب حتى ما مس ولا تهجم على منتخب مصر ولا قلل من شان بالضبط. نعم صحيح، لان تربط علاقه كبيره بين اللاعبين. فاليوم ياسين بونو يعني نتمنى منه، وانا متوقع من هالشيء هذا انه ما بيرد ولا بيتكلم. نعم. لان هناك وسائل ثانيه طيب قادره انها ترد على هذه المذيعه. بالضبط. عبد الله، نفس المذيعة قبل مباراة الأرجنتين ومصر وصفت بونو بأنه الأفضل في البطولة. نعم صحيح. على حساب يعني وجود رونالدو، وجود ميسي، وجود ديمبلي، وجود أيضا مبابي، كل هؤلاء النجوم، هالاند وغيرهم من النجوم موجودين. هي وصفت يعني بونو بأنه الأفضل في البطولة. كيف بين يوم وليلة أصبح الأفضل؟ تقول مين أنت يا بونو ومين أنت وكيف؟ فشيء غريب جدا أن يعني خسارة منتخبها أو منتخب بلدها يؤدي بها إلى هذا الشيء اللي تجحف حق لاعب كبير. بالأمس مدحته وصفته بأن الأفضل في ظل وجود في أكبر بطولة وفي ظل وجود يعني كبار القوم. حتى صلاح يعني قالت عنه انه الافضل في البطوله، معناته هو افضل حتى من محمد صلاح. فراي غريب وعجيب ما نفسره الا انها تبغي تطلع على حساب بونو ترند. اخواننا العرب واخواننا الاماراتيين متصادمين مع الاسطوره ياسين بونو.
اذا الاخوان كما شفتوا معنا في هذا الفيديو، اللاعب الاسطوره او الحارس الاسطوره الحارس المغربي ياسين بونو كيتعرض لانتقادات واسعه من الصحافه المصريه، ولكن اخواننا الاماراتيين واخواننا العرب كيتضامنوا معه تضامن واسع، والحمد لله، لانه شخص مهذب، شخص محترم. وكما قال احد الصحفيين واحد المحللين: ياسين بونو وين وانتم وين؟ يعني ياسين بونو لن ينزل الى مستواكم ولن يرد عليكم، ولن يكون هناك اي رد من ياسين بونو او تعقيب او تصريح. يا اخوان كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو، ديروا لايك واشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.